احنا النهارده هنجرب سوا لعبة صلاح الدين او ما يعرف بسترونج هولد كروسيدر ديفينيتيف اديشن. عامة نركز على كروسيدر ديفينيتيف اديشن دي لان الناس ما تعرفش ان اللعبة هنا نزل لها ابديت في 2025. خلينا نبدأ بمميزات اللعبة. اول حاجة انت بنفسك هتشوف ان الجرافيك هنا بقى انعم، بقى اوضح، بقى في تكتشر زادت، وفي بعض الحاجات اللي انت ما كنتش بتقدر تشوفها زمان في اللعبة القديمة او في الفروع كتير اللي طلعت من اللعبة القديمة هي بقت موجودة هنا. 2، انت تقدر دلوقتي تشوف الاكتيفيتي اكتر بتاعه المواطنين، سواء الناس بتصطاد، المزارعين اللي عندك، او حتى الصيادين، وتفاعلاتهم كمان مع بعض او تفاعلاتهم مع الاعداء اللي جايه من بره. ده كان موجود زمان بس ما كانش بالوضوح ده. 3، بعض الاضافات الحلوه زي انك تقدر تختار دلوقتي ملك عربي ولا بدوي ولا من الحمله الصليبيه. لاحظ هنا ان في اللعبه القديمه كان الملك يا عربي يا صليبي فقط. دلوقتي هم ضافوا الاضافه بتاعه ان الملك يبقى بدوي، بلس كمان ان انت تقدر تختار ملك ولا ملكه، ودي حاجه ما كانتش موجوده في اللعبه زمان. انت في اللعبه القديمه كان اخرك زي ما قلت تختار يا اما الملك صليبي او عربي بس. 4، الاعداء هنا هم ميزه كبيره في حد ذاتهم، ده لان استوديو اللعبه فاير فلاي قرر قرار جنوني شويه ولكن قرار قوي جدا. هم قرروا يجمعوا كل الاعداء والملوك من الالعاب الفرعيه او الاصدارات القديمه في اللعبه، او حتى يعني خلينا اقول اللي في بعض الاحيان بعض الفانز كانوا بيعدلوا عليها هنا. ومش بس جمعوها هنا وهنا. هتسالني ليه القرار ده جنوني؟ هقولك لان ده خلى مساحه اللعبه 12 جيجا، فدي كانت حاجه كبيره جدا. هم مش بس كمان جمعوا كل ده، هم ضافوا عليهم 4 ملوك جداد مصممين بالاي اي. انت هتشوفهم في اللعبه، هم مزعجين شويه، وفي منهم اللي هم تحسوا انت عبيط جدا. هم مش عاملينهم كلهم صعبين ولكن عاملينهم مزعجين. خلينا نتكلم عن مساحه اللعبه اكتر. هي مساحه اللعبه دي 12 جيجا موجوده على ستيم، تقدر تنزلها وتشتريها. لكن خلينا اقول لاصدقائنا لو انت ما اشتريتهاش عندك مشكله هتظهر في اللعبه، وهو ان انت مش هتعرف تعمل خريطه. يعني مش هتقدر ان انت بعد ما تقفل اللعبه اللي هي مليانه مابس كتيره جدا جدا، لان هم جمعوا كل المابس اللي كانت موجوده سواء في كروسيدر اكستريم او في كروسيدر العاديه جمعوها في اللعبه هنا. لو انت خلصت اللعبه وقاعد فاضي عايز تدخل ماب سريع، او لو انت راجع من الشغل عايز تاخد جيم كده اللي هو نص ساعه ساعه كده بسرعه، فعامه انت ما نزلتهاش من ستريم وعندك مشكله مش عارف ان انت تكرييت ماب، فعامه انا هوريك ازاي دلوقتي نحل المشكله دي. الحل هنا سهل بسيط جدا، هو 4 خطوات او 5 خطوات بالظبط. اول حاجه تدخل على فايلات اللعبه، تحديدا فايل اسمه سترونج هولد كروسيدر ديفينيتيف اديشن اندرسكور داتا. عامه تشوف الملف ده اسمه زي ما هو كده. بعدها هتدخل على فايل تاني اسمه ستريمينج اسيتس. هتفتح فايل كمان جوه الستريمينج اسيتس ده اسمه مابس. خد اي خريطه تعجبك. عامه انا خدت خريطه اسمها وورلدز اند تقريبا، او هي في اخر حاجه في الفايل. خدتها لان هي بتسمح بان انا احط 8 ملوك، فعشان كده خدتها. انت خد اي خريطه كوبي، هتروح على المسار ده في الفيديو هتلاقيه ظاهر دلوقتي، هتحط الخريطه هناك، ثم تفتح اللعبه هتلاقيها موجوده. هتقوم واخد بقى الخريطه دي هتفتحها وتبدا انت تعدل عليها زي ما انت شايف كده. خلينا نكمل من مميزات اللعبه اللي موجوده، ان حجم الخرائط هنا كمان كبير بشكل حلو. يعني حتى انت هتلاقي خريطه مكتوب عليها كلوسر لان هي عملاقه جدا. انت ممكن تلعب فيها سولو، ان انت بقى يعني مع نفسك كده تحط ملك ملكين 8 براحتك. عامه نتنقل بعد مميزات اللعبه لفكره معينه ليه بنختار ان احنا نجيب خريطه، وهي دي اللي نتكلم عنها دلوقتي. اولا لان انت بنفسك هتكتشف المابس اللي موجوده، وكل ماب هتخليك انت في تحدي مختلف. نصيحتي ليك اوعى تلعب على سرعه كبيره غير لما تبقى جهزت جيشك بجد. يعني خليها دايما 45 لغايه ما تامن جيشك، وان ما خليتهاش 30 كمان. ابني مواردك كلها، لان انت اللي قدامك اي اي فبيبني بسرعه جدا انت مش هتعرف. فابني مواردك وابني دنيتك وابني علاقتك وابني كل حاجه، وبعدها ابدا بقى سرع اللعبه براحتك. انا قصتي مع اللعبه دي هي عباره عن نوستالجيا بجد، نوستالجيا ما بتخلص. انا كل فتره اللعبه دي ممكن توحشني ان ارجع العبها تاني. يعني انا افتكر اول مره لعبت اللعبه دي كان اخويا الكبير بعد الفطار في رمضان، او اخويا الوسطاني زمان كده، ايام ما كانت الفلاشه ال 2 جيجا دي مساحه، دي حاجه كبيره تقدر تحمل عليها العاب.
تخيل فلاش 2 جيجا يعني. فانا تخيل بلعب اللعبه دي من امتى يعني. احنا كنا في رمضان عامه بعد الفطار، انا قررت ان انا اشوف ايه اللعبه الجديده اللي اخويا جابها دي. افطر بسرعه يلا بينا نشوف اللعبه. طبعا لما فتحت اللعبه مع الموسيقى العربيه التحفه اللي موجوده هنا، هي لزقت في دماغي لغايه النهارده، ساعات بدندنها وانا شاغل بالي. اللعبه دي لما وحشتني من فتره قررت ان انا انزلها تاني، وساعتها اتفاجئت بالتحديث اللي انا بقول لك عليه دلوقتي ده، ولازم تجربه. عشان كده احنا فكرنا ان افضل طريقه نعرض بيها اللعبه دي دلوقتي هي عن طريق ان احنا نعمل خريطه، نصمم اقوى دفاع موجود، زائد ان اللي علمني الطريقه دي او الاقوى دفاع اللي انت هتشوفه ده هو اخويا الوسطاني، اللي انا اخويا الكبير جاب لي انا هو اللعبه دي. هي طريقه عبقريه عامه، عشان ما نضيعش وقت كتير هوريك دلوقتي. يلا بينا الفكره والتنفيذ. اول حاجه انت هتحسني ظالم شويه لما تشوفني وانا ببني الخريطه دي، اني مأمن نفسي بكل ده، ولكن انت صدقني ما تعرفش حاجه. انت ما تعرفش الاي اي هنا عامل قذر وبشع ازاي. انت هتلعب 7 ملوك، تمام؟ والسبعه دول متحدين، انا بخليهم متحدين دايما ضدي على اصعب مستوى بدون موارد. يعني الماب دي انا عاملها من غير موارد ليا، هي فيها موارد ليهم، ليا انا مفيش غير الزرع، انا عايش على الزراعه. حتى الخشب بشتريه، اللي هو اساس اي حاجه في اللعبه هنا الخشب. انا مش عامل حتى شجر في الماب ليا وليهم، بس عامل لهم هم طوب وحديد، انا مش عندي. فانا عاملها على اصعب مستوى بدون موارد، مع تفعيل وضع في اللعبه جديد، وهو ده وضع مميز جدا، وهو وضع الاكستريم. وضع الاكستريم ده بيخلي عدد الجنود كبير جدا اللي ممكن انت او اعدائك تكريتوه وتعملوه جوه اللعبه، وده ما كانش موجود في النسخه القديمه، وده ابديت حلو قوي. تحس ان هم سمعوا للفانز في الحته دي. فاستوديو فاير فلاي بصراحه عامل شغل جامد قوي في اللعبه هنا. احنا بنبدا باننا نبني جبلين زي ما انت شايف، نسيب بينهم ممر كده صغير، بنحط ما بينهم شويه اسوار كده عشان تجبر الجنود يتحركوا في اتجاه معين عبال ما يعدوا، يكون الناس اللي موجودين دول بيحرقوهم اصلا. فدي اول حاجه. ده اذا حد قدر يعدي من الاسوار دي. هتقول لي يعني ازاي؟ مش منطقي. هقول لك لا منطقي، لان اول حاجه احنا بنبني فوق الجبال دي شويه قلاع كده زي ما انت شايف. فانت هتقول لي طب ماشي فين الاسوار؟ هقول لك لا، ما احنا مش بنبني الاسوار، هي القلاع دي زي ما هي كده واصله في بعض، وهو يا دوبك حرفيا بنحط سور نطلع منه سلم، ده كل حاجه. انشر بقى يا معلم جنودك العرب الكتير دول بالاسهم فوق مع شويه نار كده زي ما انت شايف، وبس كده. بس خلاص هو ده الدفاع والله. لكن الفكره هتشوف هي عامله ازاي. اول حاجه انت في حمايه كبيره جدا من المنجنيق اللي هو اسوأ شيء في اللعبه هنا. والاعداء بيعرفوا يستخدموه كويس قوي. هو بيجي يخبط فين؟ ما بيخبطش في اي قلعه او اي طابيه من الطابيات اللي انت حاططها دي، هو بيخبط في الجبل اللي انت عامله، اللي هو الهيل اللي احنا عملناه ده. عشان كده انت محمي من المنجنيق. ثم مفيش جندي بيعدي زي ما انت شايف كده، مفيش جندي واحد هتلاقيه بيعرف يعدي منه. المشكله هنا والصعوبه هنا، انت ممكن تحس ان اللعبه بقت ممله يعني. طب ما انا كده ما لا، هقول لك الجمدان هنا في ايه. الجمدان هنا والصعوبه هنا هو كله في فكره هتهاجم دول ازاي. انت حرفيا اصوات ضرب عليك ما بتخلصش طول الجيم، وده من قوه الاي اي الجديد ومن قوه الاعداء الجديده. فانت مش هتعرف تخرج اصلا. هو الذكاء هنا والقوه هنا، خصوصا ان احنا عاملين الملوك هنا جنب بعض عشان يبقوا كلهم متحدين ضدك، ما تعرفش تهاجم واحد بس. فالذكاء هنا والقوه فعلا في انك تلاقي طريقه تهجم بيها وتخرج جيش تجمعه على جنب تقدر تهاجم بيه. خد تخيل كده ان اللعبه مش متاحه، لكن صدقني انت هتجرب وهتشوف بنفسك. اقول لك حاجه، انا كمان يعني هسيب لكم رابط الماب دي في الكومنتات، خلاص؟ وانت خش جرب وقول لي رايك. صدقني لو انت من عشاق الالعاب الاستراتيجيه انت لازم ترجع تجرب اللعبه دي تاني، خصوصا بعد التحديثات. لو انت مالكش دماغ بقى والجو ده بيقفلك، فانا متفاهم، يعني انا متفاهم جدا، بس يعني جرب. اللعبه دي ادمانيه بشكل انت ما تتخيلوش. هو عامه انت مش هتنسى التجربه دي ابدا. بحاول على قد ما اقدر ان انا ما التزمش بلعبه واحده او لعبتين، مع ان انا ببقى مدمن لالعاب معينه. فبحاول باذن الله الفيديو الجاي اني هوريك تجربه كمان دفاع زي كده ازاي انت تقدر تحطمه، مع ان هي حاجه صعبه جدا، بس هوريك اقوى هجوم انت تقدر تعمله في اللعبه دي. ناس كتير قوي تخش اللعبه دي بتبدا تقرر ان هي تبني كميه جنود قد كده. هو 2-3 جنود هتجربهم هوريكم عاملين ازاي. فهي افضل طريقه هتهاجم بيها مع صعوبه اللعبه الجديده دي.
فباذن الله الفيديو الجاي هوريها لك. انت بس ما تنساش يا معلم وانت بتعمل داونلود كده للخريطه اللي انت يا معلم لايك اشتراك واستنى الفيديوهات الجايه.